في قلب الغابة الكثيفة، كان هناك طريق صغير يمتد عبر التلال الخضراء والأشجار العتيقة. كان الطريق محفوراً في الأرض ومبنياً بحرفية عالية، وكأنه منحوت بأيدي خبيرة. كان الناس يمرون عبر هذا الطريق في رحلاتهم، سواء كانوا يبحثون عن مغامرة أو مجرد هروب من صخب الحياة اليومية. وكلما مر شخص عبر الطريق، كلما شعر بسحره الساحر وجاذبيته الغامضة. في يوم من الأيام، قرر شاب شجاع أن يستكشف الطريق المنحوت بمفرده. كان يحمل مصباحاً صغيراً لإضاءة الطريق، حيث كانت الأشجار تغطيه بظلالها الكثيفة. بينما كان يسيرون، لاحظ الشاب تمثالاً صغيراً منحوتاً بجوار الطريق. كان التمثال يمثل راهباً قديماً يحمل عصاً في يده ويبدو وكأنه يراقب الطريق. لم يعرف الشاب من